ازاي اختار الشميز الصح اللي يليق على جسمي؟ انا ندى your personal stylist. كتير قوي بنبقى فاهمين انه لما هلبس شميز طويل يبقى انا بغطي الدفوات. دي اكبر غلطة بشوف كتير بنعملها. الطريقة انه ايه؟ البس شميز طويل وبعدين بنطلون ضيق من تحت واقول معلش بس البنطلون الضيق لازم البس له شميز طويل علشان يداري، سواء لو انا عندي شويه منطقه البطن او منطقه الجناب او منطقه الارداف. الحركه دي دايما بتعمل غلطه في توازن شكل الجسم. يعني دايما اختار الشميز بتاعي مبدئيا يكون عنده دوران، بلاش الشميز اللي بيخلص على خط مستقيم. الشميز مكانه الصح ان هو يقف بعد منطقة البطن على طول، حتى لو انا عندي منطقة الارداف او الجناب. هنا على طول بلبس البنطلون هو اللي يبقى واسع او الجيب بتاعتي هي اللي تبقى واسعة، بس ما اعتمدش ابدا على الشميز. الشميز نهايته يعني المهام بتاعته ان هي تقف عند منطقة البطن. طيب لو انا عايزه البس شميز طويل يبقى انا هنا اتجه للشميز الهاي لو، يعني قصير من قدام وطويل من ورا. لو انا عايزه الشكل ده كمان شكل هيبقى حلو قوي. لازم احنا بنفكر ان احنا لازم رجلينا تبان طويله. كل ما رجلي بتبان ان هي طويله كل ما انا ببان ان انا اطول وكل ما بيزيدني رفع. الفكرة ان انا البس جيب واسعة والبس شميز واسع، ده بيخليني ابقى شكلي زي المربع، واحنا عايزين نبعد عن الشكل ده. كمان طول الشميز مهم. لو انا هلبس القطعة الثالثة، القطعة الثالثة ممكن تكون فيست او ممكن تكون جاكيت. ما نلبس الجاكيت يوصل لحد الوسط وبعدين الشميز لحد قبل الركب بشوية وبعدين يبقى عندي البنطلون من تحت. هنا انا عملت ايه؟ قسمت شكل الجسم ل3، فانا خليت تلت وتلت وتلت، وده غلط. دايما شكل الجسم الصح للست ان هو يبقى تلت وتلتين. فدايما احافظ كمان ان الجاكيت او الفاست بتاعي يبقى المسافة اللي ما بينهم وما بين القميص قريبة، ما بعدش قوي القميص عنه. ساعات كتير كمان بنلبس البدلة ونطلع الشميز من بره ويبقى الشميز طويل ويبقى بعيد عن الجاكيت، بيعمل برضو القسمة بالشكل ده، وده شكل غلط. لو انا مثلا هلبس فاست طويل او هلبس ترانش كوت اللي هم الطوال الصيفي الخفاف او كارديجن طويل، فاقول طيب خلاص ما هو الكارديجن طويل فكمان ممكن اطول معاه الشميز. لا، الشميز بتاعك لازم يقف بعد منطقة البطن من ورا. لو هيعدي منطقة الأرداف أو الهانش يبقى فيه دايما دوران. الجاكيت ما يبقاش عندي بعد كتير قوي، ما البس كمان بوليرو أو البس فيست قصير جدا اللي هو لحد الوسط ويبقى الشميز طويل. هنا انا هكنز قوي المنطقه اللي فوق وهعرض جدا المنطقه اللي تحت، وخصوصا الشكل ده ما ينفعش معاه شكل الكمثرى لان انا ببرز زياده منطقه الجناب والارداف بوسع القميص. بلاش كمان دايما اتجه للقميص الاوفر سايز قوي لو انا مليانه من عند منطقه الارداف او الجناب لانه بيديني فوليوم. كمان اراعي جدا الخامه، خامه القميص بلاش تكون الخامه تكون ناشفه شويه بتبقى ماسكه نفسها فبتعمل شكل شويه هرمي. يفضل انه دايما اختار القماشه تكون مهدله.